اللي هو مخيم عين الحلوة. يعني فجأة إنه اشتباكات واطلاق نار وأربجة، طب على ايش؟ يعني طب هو ناس في 70,000 إنسان في مخيم عين الحلوة، وهذول في جيتو عايشين ومحاصرين حصار شديد جدا، والفلسطينيين بيقدروش يدخلوا كيس اسمنت عشان يصلحوا بيوتهم إذا كانت بيوتهم خربت أو يوسعوها، لأنه ممنوع يتوسعوا. يعني بالسرقة بيعملوها، والناس في وضع سيء جدا. طب بيجي بيفتعلوا لنا معركة. ليش هالمعركة هاي؟ ومين المسؤول عنها؟ اللي مسؤول عن هاي الحرب اللي أطلق الرصاصة الأولى، اللي حاول يغتال قائد من الطرف الآخر. ليش يا أخي تحاول؟ إحنا بدنا نعيد تكرار مخيم اليرموك؟ يعني هاي الواضح جدا إنه في هناك قوى بدها وبالتنسيق مع إسرائيل حقيقة. يعني الآن خلينا نحكيها على البلاطة، ما في تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، وفي 60,000 مقاتل أو جندي أو متطوع أو أيا كان، هذا بيشتغلوا الآن بيوفروا الحماية للمستوطنين الإسرائيليين، واقتحموا مخيم جنين واعتقلوا ناس. طيب كمان بتبعتوا المسؤول عن الأمن الفلسطيني وعن 60,000 واحد وعن المخابرات تبعتوه على لبنان. طب إيش رايح يتشمس في لبنان؟ إيش رايح يعني يستمتع ببحر لبنان وبحر بيروت؟ لا، في خطة. طب وما لقيتوش إلا هذا تبعتوه بس؟ طيب إذا في نوايا طيبة، طب ما في آخرين. يعني هذا بثير علامات استفهام. خلوا اللبنانيين كلهم ضد الفلسطينيين. احنا في عندنا يعني على الأقل 200,000 فلسطيني في لبنان. يا أخي بدنا نحافظ على أمنهم وسلامتهم. بدكم تحافظوا على المخيمات؟ يعني الشعار اللي بيطرحوه انهم بدهم يحافظوا على المخيمات وعلى قبل المخيمات. طب يا اخي حافظوا على المخيمات في الضفه الغربيه. يا اخي عندكم اللي هو مخيم جنين، ما انتم تواطأتم على الاحتلال ضد مخيم جنين. عندكم كمان مخيم بلاطه في نابلس، انتم بتقتحمون الاسرائيلي كل يوم، والعكس، والسلطه وقوات السلطه مع الاسرائيلي. كمان الدهيشه في بيت لحم، وكل المخيمات الفلسطينيه اصبحت ابدا يعني القوات الاسرائيليه تقتحمها كل يوم وتصطاد الشباب وتعدمهم قدامكم وقدام عينيكم، وانتم متعاونين معهم وبتفتخروا بالتنسيق الامني. طب اذا هيك عملتوا في يعني مخيمات الضفه، هل انتم مؤتمنين على مخيمات لبنان؟ غيروا اهلا وسهلا. بالعكس احنا بدنا يكون في يعني وجود فلسطيني محترم في المخيمات اللبنانيه والفلسطيني في لبنان. بعدين توقيت هذا المخيم، يعني الآن لما فعلا المقاومة الإسلامية ماخذ دور قوي جدا وبتتحدى إسرائيل وبتعمل مناورات لتحرير الجليل، بتفجروا لي المشكلة في مخيم عين الحلوة. ليش؟ هاي المقاومة اللي راحت تحدت إسرائيل وعملت خيام في شبعة، في الجزء المحتل من شبعة، مزارع شبعة. إسرائيل ما قدرت تفكك خيمة تفككها، ما قدرت على في قرية الغجر والتحدي المقاومة اللبنانية إلها. كمان نفس الشيء، يعني كمان في صواريخ طلعت، في اقتحام للجليل راح، والمخيمات الفلسطينية أطلقت. يعني بعض اللبنانيين بيقول لك ولا طخوا طلقة على إسرائيل. يا شيخ حرام عليكم، الفلسطينيين هم اللي تصدوا للاحتلال الإسرائيلي أو الاقتحام الإسرائيلي عام 1982. الفلسطينية هم ومع اللبنانيين، مع الأشقاء اللبنانيين، هم مع بعض اللي كانوا شوكة في حلق العدو الإسرائيلي كمان. طيب يعني مين الآن في وحدة خاصة من الفصائل الفلسطينية اللي خارج أوسلو، في الآن وحدة خاصة تتكون كتائب خاصة اسمها كتائب تحرير الجليل، وهاي حتقوم بواجبها في تحرير الجليل واستعادة الأرض المحتلة. كمان في المقاومة اللبنانية الآن في حالة تحدي، مثل طب إسرائيل مش قادرين يفككوا خيمة. بقول لك والله ما بتسواش الخيمة. أي أنتوا لما عصفور كان يقتحم الحدود وبروح على فلسطين المحتلة بتبعتوا الطيارات وتبعتوا الصواريخ مش قادرين، خايفين. أجا مخيم عين الحلوة وأزمته في ظل هذا الاستعداد المتصاعد للمقاومة. أنا في تقدير الحمد لله الآن وقف إطلاق النار، بس للأسف في 7,000 نازح الآن مساكين، والجيش اللبناني محاصر. وبعدين ضربوا الجيش اللبناني بالضبط، بصير زي ما صار في مخيم اليرموك في سوريا، بدهم يكرروا نفس السنن. هذا مخطط إسرائيلي. ختاما بدي أختم بأبارك لإخواننا في الأردن إنه المنسف
يعني صحن المنسف جرى تسجيله في اليونسكو. شكرا والله، لذيذ المنسف، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة.